السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى اخوات في الدنيا؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. واسف ان انا ما طلعتش الفترة اللي فاتت لان يمكن كان في شوية ظروف كده. معاكم محمد عاطف وحلقة جديدة من برنامج خليك حريف. يلا بينا. وصلك الفيديو انزل اخبط اللايك، ولو انت مش مشترك في القناة انزل فعل الجرس عشان يوصلك جديدنا اول باول. وما تنساش تنزل في الكومنتات تصلي على الحبيب عليه افضل الصلاة والسلام. حلقتنا النهاردة دسمة جدا وفيها حاجات كتير جدا. يمكن من البداية مبروك ومليون مبروك للمنتخب المصري، فوزه على منتخب باراجواي في الأولمبياد، أولمبياد باريس 2024. منتخب المصري قدر ان هو يتغلب على منتخب باراجواي 5-4 بركلات الترجيح بعد ماتش صعب جدا، ماتش يمكن تكسير عظام. ويمكن كان الحكم يعني كان مدي أريحية للفريقين ان هم يلعبوا ويتداخلوا مع بعض كتير جدا. الحمد لله والشكر لله صعدنا لقبل النهائي، كده هنضمن ان احنا ان شاء الله هنلعب على ميدالية. وبأداء ورجولة منتخب مصر دي احنا ممكن نلعب على الميدالية الذهبية. احنا كده هنستنى الكسبان ان شاء الله من فرنسا والارجنتين. يا رب تبقى الارجنتين عشان خاطر فرنسا هتلعب، او لو ان شاء الله، او يعني كان لنا ان احنا نصيب نقابلها، هتبقى كده ما يبقى ماتش رخم، لان هيلعب المنتخب الفرنسي على عامل الارض والجمهور، فهيبقى ضغط على المنتخب المصري. حد هيقول لي لا طب ما احنا كده ممكن نلعب على برونزيه. بصراحه يمكن انا شايف الجيل دوت يستحق ان هو يلعب على ميداليه ذهبيه مش برونزيه خالص. يمكن شكرا للمدرب ميكالي مدرب المنتخب، بصراحه يعني طلع يعني مدرب كبير جدا جدا وفي حته تانية خالص. شكرا لكل اللعيبه الرجاله، شكرا لحمزه علاء، شكرا لكابتن محمد النني اللي يمكن كسر كل التوقعات اللي كانت الناس بتتكلم فيها. الناس كانت بتقول ان هو هيبقى عبء على المنتخب، بالعكس خبراته بانت في الماتشات اللي زي دي. الحمد لله قدرنا نكسب وهنفكر في اللي جاي ان شاء الله. ده كده منتخب. اما بالنسبة للاخبار التانية، فالنادي الاهلي امبارح قدر ان هو يتغلب على البنك الاهلي بهدف الوسام الجديد للنادي الاهلي، وسام ابو علي، من هدف من ركلة حرة مباشرة، وكان قبليها ركلة حرة مباشرة برضو في ماتش سيراميكا كليوباترا. وبيتصدر قائمة هدافين الدوري برصيد 15 هدف. النادي الاهلي بقى عنده 75 نقطة، يفصله 4 نقط فقط على تتويجه باللقب 43 او ال 44، مش فاكر، ما بقتش اعد والله العظيم. بغض النظر عن عن حتى لو بيراميدز كسب بالماتشات اللي باقيه خلاص كده هي خلصت. وممكن يمكن النادي الاهلي يتوج قبل الاربع نقط كمان، يعني في حاله تعثر بيراميدز. النادي الاهلي لعب مباراه امبارح كانت مباراه صعبه جدا. نادي البنك الاهلي بنقدم له كل الاحترام والتقدير، نادي محترم، يمكن نادي من ضمن الناديين اللي كسبوا النادي الاهلي في الدوري السنه دي ماتش 4-3. كان ماتش يعني كان ماتش حلو بصراحه، وكابتن طارق مصطفى عامل تيم محترم قوي 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 مع البنك الاهلي. بنتمنى لهم يعني بنتمنى ليهم ان شاء الله الاستمرار على الاداء دوت، وان هم يلعبوا في يعني السنه الجايه على مركز يمكن متقدم ويستحقوا. يعني باللي انا بشوفه من اداء الفرق اللي بتقابل النادي الاهلي بالتحديد، يعني النادي الاهلي لو الفرق كلها لعبت قدام الفرق اللي قدامها او بقى باقي فرق الدوري بنفس الاداء دوت، افتكر ان احنا هنشوف دوري اوروبي مش هنشوف دوري مصري. ده بالنسبة لاخبار النادي الاهلي. تعالوا بقى كده عشان عايزين نتكلم في موضوع كده مهم. من حوالي سنة في برنامج جمهور التالتة مع الاستاذ الكبير او الكابتن الكبير ابراهيم فايق، في واحد عمل مداخلة اسمه الاستاذ اشرف شاكر. اشرف شاكر دوت كان معلق رياضي وما زال يعني، بس يمكن هو مختفي عن الساحة في مصر شوية. الراجل دوت بيدرس في امريكا. الراجل دوت عمل المداخلة وقال واقسم بالله انه لو استلم منتخب مصر في كاس العالم اللي جاي
هيجيب بمصر كاس العالم. واحد هيقول لي ايه ده كاس العالم مره واحده؟ اقول له اه. يمكن انا شفت الفيديو مره واتنين وتلاته وسمعت الكلام كلمه كلمه. الراجل دوت اقسم على الهوا، قال لك سلمني المنتخب استلموا مني في 2026 معاه كاس العالم اللي هو اللي جاي ده. الكلام ده كان من سنه. طيب سواء بيكذب، يعني هو ليه كل الاحترام والتقدير والله، يعني بس هو اي حد هيسمعه هيقول ان هو بيأفور. بس ما علينا، يعني سواء بيتكلم بجد او عايز يكسب ترند. الراجل دوت احنا ليه هنا في مصر ما جبناهوش وقلنا له يا عم انت قلت واحد اتنين تلاتة، قول لنا ازاي؟ هو الراجل شرح، هو مش ما شرحش، لا هو الراجل شرح وقال لك ان انا ده عامل دكتوراه في تكتيك كرة القدم، ماشي، ومعلق حوالي على 10,000 ماتش، من ضمنهم دوري اسباني، دوري انجليزي، دوري الماني، كل الدوريات اللي في العالم بتصفيات كاس العالم بتاعه الدول التانية دي، تمام، بامريكا الجنوبية بامريكا الشمالية بكله. فبيقول لك انا عندي خطة تخلينا نكسب كاس العالم، او هنمشي على طريق يكسبنا كاس العالم. يا سيدي مش هيكسبنا كاس العالم، بس هيخلينا نعمل اداء كويس في كاس العالم. الراجل دوت ليه ما اتجابش؟ ليه ما حدش جابه كده قال له يا عم انت بتقول ايه؟ تعالى كده فهمنا. والله اقتنعتوا بيه تمام، ما اقتنعتوش خلاص برضو تمام، تطلعوا تقولوا. الراجل ده قال الكلام ده من سنة بالظبط، اختفى، فص ملح وداب. فهل في حد راجع على الكلام ده؟ هل في حد قال له فهمنا، احنا محتاجين نفهم؟ يا عم انا ما بقولكش مسكوا المنتخب، ما تمسكوش المنتخب، بس خليه معاك هيفيدك. الكرة دلوقتي ما بقتش كورة في ملعب والكلام ده كله وجماهير وهي وهاي والكلام ده كله. الكرة دلوقتي بقت بيزنس، غير انها بقت بيزنس بقت دراسة. الراجل بيقولك انا عامل دراسة في الكورة. ما ينفعش انا واحد زي دوت اسيبه يمشي من تحت ايدي. ممكن الراجل دوت يبقى شغال في حتة تانية. الراجل دوت ممكن، ما هي الحلقة ديت او المقطع بتاع المكالمة دوت ماشي بيتعرض على يوتيوب، بيتعرض على جميع المنصات. ممكن حد سعودي، حد اماراتي، حد من اوروبا، حد من امريكا فهم الكلام دوت وترجمه وقال له طب تعالى وريني انت هتعمل ايه. انما احنا هنا بح سمك لبن تمر هندي. احنا عايزين السبوبة. السبوبة حلوة، الكتمنس عالي، تمام، ما يفرقش معانا بقى مصر توصل كاس العالم. احنا لو وصلنا كاس العالم فين المكافأة بتاع كاس العالم؟ انما احنا ما عندناش حد بيخطط لنا. اللي ماسك المنظومة في مصر هنا مفيش، هنا هوبا لالا. في الاخر يطلعوا يقولوا اصل احنا بنتطوع. يا عم احنا مش عايزينك تتطوع، احنا عايزينك تشتغل. احنا عايزينك تشتغل. بص هنا على المنتخب، بص عندك على المنتخب المغربي عامل ايه. المنتخب المغربي بياكل اللي قدامه، سواء منتخب اول خد رابع كاس عالم، النهارده وصل نص نهائي اولمبياد وهيلعب على ميداليه وهيقابل اسبانيا وبنسبه كبيره ممكن يطلع اسبانيا. انت فين؟ انت لسه كسبان النهارده باراجواي اهو، كسبانها بضربات الجزاء. ده يمكن اول انجاز بقالك قد ايه. انت الاولمبياد اللي فاتت كلها، الدورات اللي فاتت كلها انت ميح، انت اخرك دور الثمانية وبتفصل. يا جماعة مش كده. حسوا شوية بالناس. الناس دي بقى الناس هنا في مصر بتتنفس كورة، هي دي الحاجة اللي بتبسطها. مش عايزين ننكد عليهم كمان في الحاجة اللي بتبسطهم. يلا ما علينا. معلش لو كنت طولت عليكم، يا ريت اللي يشوف الفيديو يعمل لايك ويشترك في القناة. كان معاكم محمد عاطف، ومليون مبروك مرة تانية للمنتخب المصري، ويا رب ان شاء الله اللي جاي يبقى احسن. يلا السلام عليكم.